يا صباح الفل. طبعا المنظر ده بالنسبه لكم مألوف جدا جدا. اول حاجه بعملها ان انا بمسح النضاره علشان ببقى شايفه كل حاجه طشاش. اوضه المكتب اللي هي اوضه الشغل زي ما انتم شايفين تضرب تقلب، وكمان الصاله. ظبطت الكاميرا على الستاند، وخلي بالكم الحاجه اللي هي بتخلص في ساعه مع التصوير بتخلص في ساعتين ثلاثه. فانا عايزه تقدير وعايزه لايكات، وعايزه اقول لكم ايه، شدوا حيلكم معايا كده عشان انزل لكم فيديوهات كتير جدا. طبعا دخلت على المواعين اللي هي كانت مهوله، المطبخ كله طبعا نازل في الحوض. عايزه اقول لكم ان انا نزلت بوست على الفيسبوك وكده ان انا مشطبه الحوض 3 مرات في اليوم، داخله على الرابعه، هو في ايه؟ فانا نزلت البوست ده، انا ما قصدتش منه حاجه والله. فلقيت ناس بتقول لي قولي الحمد لله. طبعا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم دام نعمه من رب واحفظها من الزوال. انا قصدي ان اللي هو ايه، المواعين ما بتخلص، هو ده اللي كان قصدي يعني من البوست، لكن طبعا مش قصدي ان انا الفه النعمه او حاجه، لا والله. الحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم ان انا بصفي اصلا المواعين بتاعتي على الرخامه. فعايزه اجيب الفوطه اللي هي اللي هي بتنشف المواعين دي، عارفينها، اللي هي بتتحط على الرخامه برضو وتحطي عليها المواعين، فالمواعين تنشف وبعد كده تصفي يعني عليها المواعين، وبعد كده تحطي المواعين في الرشاقه. وعايزه برضو اغير مكان او الاقي اصلا مكان للازايز بتاعه الميه اللي هي محطوطه على الرخامه. انتوا بتحطوا ازايز الميه فين؟ بجد يعني بتحطوا فين ازايز الميه؟ اللي هي طبعا في الصيف بنحطها في التلاجة، في الشتاء بقى بتسيبوها على الرخامه كده برضو زيي، ولا في حتت معينه ممكن نحط فيها ازايز الميه بحيث ان ما تخليش شكل المطبخ وحش او مكركب؟ تعرفين بقى ازايز مختلفه، كبيره وصغيره، تخينه ورفيعه. مش كله بقى مش على طول، بمعنى اصح هنجيب ازاز وشكلها كيوت والحاجات اللي هي دي مش دايما، بالذات البيت اللي فيه اطفال. يعني انا كنت الاول جايبه الازايز اللي هي الازاز دي، اللي مرسوم عليها بقرة، واللي مرسوم عليها يوتيوب، واللي مرسوم عليها مش عارفة ايه الحاجات دي، فاهمين؟ فالحاجات يعني دي اتكسرت، وجبت غيرها وبرضه اتكسر. فمش عارفة اعمل ايه بصراحة في موضوع الازاز ده، شكله بشع ونفسي الاقي له مكان. المهم بعد ما خلصت المواعين حضرت عصير، كنا عاملين عصير مانجا وكركديه زي ما انتوا شفتوا كده. بعد ما عملت الرخامة الكركديه وقع تاني على الرخامة، كنت عايزة اصوت ارقع بالصوت اقسم بالله. بس الحمد لله بسيطة وعدت. عايزة أكلمكم في موضوع الصيام بالنسبة للأطفال وكده. ابني ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره، هو عنده 8 سنين، في تانية ابتدائي يعني 7 ونص. فلما صومته أول 6 أيام في رمضان، الولع عينه تحت عينه زرق، وخس 3 كيلو. فجأة كده وشه شفط وجسمه خس فأنا بصراحة فطرته، يعني بقيت إن أنا أفطره قبل ما ينزل الصبح. مش عارفة اللي أنا عملته ده صح ولا غلط، بس هو حسيت ان هو صحيا مش قادر. بيجي من المدرسة مفرهد خالص، نايم على الكنبة، حسيت ان انا بعذبه. فمش عارفة اعمل ايه في الموضوع ده، وكمان حتة ان هما